ازيكم كلكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. اهلا بيكم في قناه بيت مارو. يا ريت تعملوا لايك على الفيديو ده وصلوا له عدد كبير من اللايكات، واللي لسه ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك من سبسكرايب او اشتراك. وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس لكل الاشعارات عشان يوصل لكم كل جديد انا بنزله كل يوم. فعلوا زرار الجرس لكل الاشعارات، ويلا بينا نبتدي فيديو النهارده. زي ما انتم شايفين معايا سمك النهارده. هنعمل السمك البلطي الاسكندراني، اسمه كده السمك البلطي بالصلصه الاسكندراني. طعمه تحفه جدا جدا جدا، طريقه جديده وهتعجبكم جدا. انا جبت السمك البلطي، السمكتين دول عاملين كيلو. تمام، انا جبت 4 سمكات كانوا 2 كيلو، فالسمكتين دول كيلو. تمام، هشطفهم شطفه كويسه وارش عليهم ملح واسيبهم في الملح شويه عشان ينزلوا اي دم فيهم او اي زفوره. حلو جدا، غسلتهم كويس جدا جدا، شايفين من جوه زي البفته البيضه. تمام، اتاكدت ان هم نضاف جدا. هجيب بقى التتبيله بتاعتهم، هنعمل تتبيله خفيفه كده. معلقه، معلقتين من المعلقه الصغيره دي توم. التوم ده اللي مخزنينه مع بعض، بصوا لونه ابيض زي ما هو. تمام، وهحط عليه عصير ليمونه كامله. عصرت الليمونه، وهحط دلوقتي شويه ملح وشويه كمون كده كويسين، قد معلقه كمون، وشويه كزبره ناشفه وشويه شطه صغيرين خالص. اديلهم تقليبه كده علشان ايه التوم يخش كده فيه البهارات الحلوه دي. تمام، ونبتدي بقى السمك كده من جوه، وعند الخياشيم مكان الخياشيم اللي احنا حشناها. تمام، والفتحات اللي احنا عملناها كده في السمك، عملنا بس 3 فتحات من جهه واحده بس. تمام، وخلاص على كده. شايفين السمك نضيف جدا ازاي؟ اللي عايز حابب يشوف طريقه تنظيف السمك، عندي على قناه عامله طريقه تنظيف السمك يحوش منه اي دم او اي زفاره. خلاص كده ملحت السمك بتاعي، هسيبه بقى في التمليح ده حوالي ساعة ساعة ونص كده، ياخد بس من الطعم جامد. تمام، عشان بعد كده نبدره كده بالدقيق ونقليه. ده اول خطوة معايا في السمك. هعمل ايه بس، هزود التست بتاعه. هجيب نص ليمونة واعصرها عليه كده ايه من فوق. نص ليمونة او ليمونة كاملة اعصروها كده عليه من فوق، بيزود التست خالص في السمك وبيحوش اي زفورة. تمام، هسيبه يتملح كده في التلاجة ساعة. بعد كده بصوا دي اختياري، لو حابين انا جبت بطاطسايه هزودها عليه في الاخر بعد ما احطه في الصلصة. جبت بطاطسايه كده هقطعها مكعبات صغيرة جدا، وهقلي معاها فلفلتين. هقلي البطاطس دي المكعبات الصغيرة، وهقلي كمان معاها فلفلتين. تمام، بتقطعوها كده شرايح الاول، بعد كده صوابع تخينه. تمام، بعد كده بتقطعوها مكعبات صغيره. اهم حاجه تقطعوها مكعبات صغيره علشان تطيب في الزيت وانتوا بتقلوها، ما تبقاش نيه. احنا مش هنأخر عليها في الزيت. وهقلي معاها كمان فلفلتين اخضر حامي. تمام، حابين تقلوا فلفل كوبيبه تمام مفيش مشاكل، بس انا عشان ايه يديها طعم اكتر. الزيت بتاعي سخن، هنزل بالبطاطس. تمام، وبعد كده هنزل بالفلفل بتاعي ياخد تحمير كده بسيط، وبعد كده هطلعه وهبتدي اكمل بقية الوصفة بتاعتي. خلاص السمك بتاعي اتملح، طلعت كيس صلصة من الفريزر. تمام، عشان هستخدمه في الوصفة. بجد الصلصة اللي احنا مسبكينها في الفريزر دي بتنفع جدا جدا ومسعفة جدا في لما بتيجي تعملي الاكل. جبت الدقيق. تمام، مش كتير يعني، حوالي 3 4 معالق كده، لان احنا معانا سمكتين بس، عشان الدقيق يعني ايه ما يبصش. تمام، لو اتبقى معاكم دقيق ممكن تحطوه في كيس في التلاجة تستخدموه في اي سمك تاني. بصوا ببدر كده السمكة من كل النواحي، وبعد كده هحطها في طبق جنبي لحد ما يجي اقليهم. اهم حاجة في قلي السمك لازم الزيت يكون سخن جدا، وبعد ما انزل بالسمك هقلل درجة حرارة الزيت للنص. تمام، عشان يطيب كويس من بره وياخد قرمشه حلوه من بره ومن جوه. تمام، يبقى تمام جدا. شايفين من كل النواحي، عشان ايه الدقيق ده هو اللي بيدي القرمشه الحلوه للسمك بتاعنا. تمام، وحطيت كده شويه في الخياشيم. بس كده خلاص بدرنا دي. تعالوا مع بعض على النار. تمام،
نسخن الزيت وننزل. الزيت سخن بتاعي تمام. هنزل بالسمك دلوقتي، واول ما انزل بالسمك تمام هقلل درجة حرارة الزيت للنص. بصوا بقى، ما تحركوش السمكه خالص، سيبوا السمكه لحد ما تحمر خالص خالص وتطيب من تحت. هبتدي اقلبها، لان لو قلبتوا فيها هتتهري معاكم في الزيت. سيبوها حوالي 10 دقايق على الجنب ده تستوي، تاخد لون، تقرمش، تمسك نفسها، وبعد كده هبتدي اقلب فيها. تمام خلاص، سايبه السمكه مع نفسها. تعالوا بقى نحضر الصلصه، علشان السمكه لازم تكون سخنه وتنزل من الزيت وكده على الصلصه دي. جيت هنا خدت شويه بقى، ده السر، خدت شويه من زيت قلي السمك اللي انا بقليه ده. جبت كده معلقه كبيره وخدت من الزيت والسمك بيتقلي، حطيته في حله وحطيت عليه معلقه توم وشويه كمون، شويه كزبره ناشفه، شويه ملح وشويه شطه. تمام، وقلبت فيهم كده. اول ما ريحه التوم بدات تطلع نزلت بكيس الصلصه بتاعي. تمام، هبتدي اقلب فيه لحد ما يسيح كله. تمام، وبعد كده هو كده كده دي متسبكه يعتبر، يعني 3/4 متسبكه. يا دوبك هتقعد على النار بس 5 دقايق، تاخد من طعم التوم والبهارات وتسيح كده وتسخن كويس. تمام، وهتبقى جاهزه معايا. خلاص السمك اتقلى والصلصه بتاعتي جهزت. هبتدي دلوقتي انزل بالسمك بتاعي. بصوا شايفين انا بخبط لكم عليه ناشف جدا. تمام، واخد القرمشه المظبوطه واللون المظبوط. تمام، والبطاطس بتاعتي اللي انا قليتها والفلفل بتاعي هحطهم برضو على جنب. هنزل بس بالسمك الاول ياخد من اول ما الصلصه تسخن معايا. تمام، هنزل بالسمك ياخد من طعم الصلصة، وهحط على وشه كده صلصة برضو، لازم كده ايه ياخد من طعم الصلصة كويس. تمام، انا مستنية الصلصة بتاعتي تسخن وهنزل. بصوا الصلصة كده ايه سخنت وبقللت كده، يبقى كده ايه تمام جدا. نزلت بالسمك بتاعي ياخد كده من طعم الصلصة. تمام، وبصوا هبتدي بقى ايه اخد من الصلصة كده بالمعلقة واحط كده على وش السمكة عشان تشرب من الصلصة كويس جدا. او ممكن تحطوا السمكة وبعد كده تقلبوها، نفس الموضوع بالظبط. تمام، هحط السمكة التانية وهعمل معاها برضو نفس الموضوع. في الاخر بقى اول ما احس ان السمكة خلاص اتشبعت كده بالصلصة، هبتدي احط البطاطس بتاعتي والفلفل كده على الجناب كده وبس. وبجد كان طعم الفلفل والبطاطس كانوا طعمهم تحفة جدا، واخدين من طعم الصلصة واخدين من طعم السمك. بجد كانت صينية سمك حلوة جدا. السمك بالصلصة الاسكندراني طريقة جديدة بجد، جربوها تعجبكم جدا جدا. والناس كمان اللي ما بتحبش السمك هيحبوا الطريقة دي جدا، انا اتوقع كده. تمام، يعني انا في حد ما كانش عندي بيحب السمك في البيت كل السمك بالطريقة دي، حباها جدا جدا، فجربوها. ولو حد مش بيحب السمك جربها ودوقها هتعجبك جدا. قرنين الفلفل بقى الشطة دول احلى حاجة. ممكن كمان تجيبوا شوية خل او ليمونة وتعصروها كده من فوق، برضو بتزود التست خالص. تمام، لو حابين، انا ما عملتش كده، لو حابين انتوا تجيبوا ليمونة وتعصروها كده على الوش، او شوية خل كده صغيرين خالص متخففين، او خل تفاح عشان خفيف، رشوه كده رشة من فوق، برضو بيدي طعم حلو جدا جدا وبيزود التست بتاع صينية السمك الجميلة دي. بس دي كانت الوصفة بتاعتنا النهاردة. يا رب يا رب تكون عجبتكم، جربوها. الايام دي السمك حلو جدا، رخيص مش غالي. انا جايبه الكيلو ب29 كيلو السمك البلطي، فوجبه حلوه واقتصاديه يعتبر مش غاليه. تمام، يعني انا استعملت سمكتين. تمام، هما السمكتين كيلو يعني 29 جنيه، والطماطم كده كده كانت عندي في البيت والبطاطس، فهي وجبه مش مكلفه خالص. شايفين شكلها بجد شكلها يشهي جدا جدا. جربوها، وكل اللي يطبق الوصفه دي يبعت لي صورتها على الفيسبوك بنفس اسم القناه بيت مورا ومرزهم. اشوفكم بكره في وصفه جديده، مع الف سلامه.